هو إيه موضوع إن شغفي مات؟ أنا مش لاقي شغفي في الحتّة دي، تقليعة جديدة، لا يا جماعة، أحكي لكم حكاية، زي أي طفل في الدنيا كنت باتمنى وأنا صغير أنا أطلع لعيب كورة، أول ما بدأت أقول يا رب يوفقني وهاروح النادي اللي أنا عايزه، جات لي إصابة، جيت قُلت بيني وبين نفسي طب أنا هاعمل إيه في الدنيا؟ أنا الحاجة الوحيدة اللي كنت باعرف أعملها هي الكورة، وما بقيتش عارف أعملها، جات لي الإصابة ومنعتني إن أنا ألعب كورة تاني. طب وبعدين؟ هاعمل إيه؟ بافكّر في إيه؟ كان في تحدي كبير بيني وبين نفسي اللي أنا أعمل إيه بعد كده؟ إيه الخطوة اللي بعد كده؟ طب ما الكورة وراحت منّي، طب أنا بعدين؟ قُلت خلّيني في مجال الرياضة، أروح الرياضة تانية وحاولت أتعلّمها وفشلت، وجات لي إصابة أقوى من الإصابة الأولى، تمنعني من أي رياضة موجودة. مع الوقت، مع السنين، اكتشفت إن أنا مش شغفي الرياضة ولا شغفي الكورة، أنا كنت باكدب على نفسي، فاكر إن شغفي هي الرياضة أو الكورة أو الحاجات دي كلّها، ولكن طلعت كدّاب. ما كنتش صادق بيني وبين نفسي، وطلع فعلًا إن ما فيش حاجة اسمها الشغف بيموت، بس أنت ممكن ما تكونش عارفه صح، عشان تقرر عليه إن هو مات أو لأ. ما فيش حاجة بتحصل لك إلا وليها درس، وكان درسها كبير جدًا، جدًا، جدًا. خلّاني أعرف يعني إيه الشغف، خلّاني أعرف أنا مين، خلّاني أعرف قدراتي، خلّاني أعرف أنا عايز أوصل لفين. هو ده اللي أنت لازم تعمله مع نفسك. لمّا حد ييجي يقول لي art block والّا شغفي مات والّا الكلام الفاضي ده كلّه، لأ، اقعد مع نفسك، حدد أنت عايز إيه، وما يمنعش إن أنت كل فترة تقعد مع نفسك وتحدد أهداف جديدة توصل بيها لشغفك اللي أنت فعلًا مؤمن بيه.